بتحب تسمع الأغاني وتشوف المسلسلات والأفلام اللي بتعبر عنك وتدخلك في المود؟ تعالوا نسمعها ونشوفها بس بشكل تاني. معايا أنا فهيمة أنس في برنامج بشكل تاني على تسعينات FM. بشكل تاني مع فهيمة أنس، كل يوم اثنين الساعة 6 على تسعينات FM. يا مساء الفل على كل اللي بيسمعونا على تسعينات FM. معاكم فهيمة أنس، برنامج بشكل تاني. زي ما عودناكم كل مرة بنتكلم في عمل فني بيناقش موضوع يهمنا وبنسلط الضوء عليه. النهاردة موضوعنا عن الاعتذار. ازاي بنعتذر او ايه هو اصلا الاعتذار. هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني نعرف ايه هو الاعتذار. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل اللطيف ده. كنا بنتكلم او لسه هنتكلم عن الاعتذار او الأسف، وازاي بنعتذر لو غلطنا، وهل اصلا ثقافة الاعتذار دي احنا متربيين عليها ولا في مفاهيم غلط كده فيها. اللي هو فكرة ان انت لا ما تتأسفش، لأن اللي بيتأسف ده بيبقى الضعيف أو المفروض كلمة وطبعا برضو أكيد مش هبقى مشغلة دايس على زرار بقى وطول ما أنا ماشية أنا آسف أنا آسف أنا آسف على الفاضية وعلى المليانة. لازم فكرة الاعتذار نفسها. يعني أنا بشوف من وجهة نظري إن الشخص اللي بيعتذر ده بيبقى شخصيته قوية. لو هو فعلا غلطان، يعني لو أنا غلطان وبعتذر، دي حاجة المفروض ان الناس يعني تقدرها. بس بقى الفكرة ان انا ازاي بعتذر بقى، اللغة اللي بعتذر بيها، لان مش كلنا لغتنا واحدة. لو انا حابب ان انا اتكلم مع حد لازم اكون متقن اللغة اللي هو بيتكلمها عشان اعرف اتواصل معاه. فممكن تلاقي حد يعني في اللغة في الاعتذار بيبقى شايفها من وجهة نظر تانية. في حد بيبقى عايز يتقال له أنا كلمة أسف وخلاص وشكرا. في حد تاني لا، بيبقى محتاج ان انت تبذل مجهود شوية في ان انت تعتذر له يعني. وفكرة ان انت تعتذر وانت يعني عندك النية فعلا في ان انت مش هتكرر الغلط ده تاني، لدرجة ان في كتاب، وده اللي هكلمكم عنه بعد شوية. بس هنتكلم دلوقتي عن حاجة استوقفتني في مسلسل ليه لأ بتاع منة شلبي. إنها كانت الطفل سليم اللي معاها ده بتعتذر له، يعني بتقول له حصل موقف هي كدبت عليه وقالت له احنا مش هننزل عيد الميلاد عشان خاطر ان انا في ناس تحت ما احنا منعرفهمش فمش هننزل. فهو من كتر ما كان متضايق ونفسه ينزل عيد الميلاد كسر البرواز كده في صورتها. فجاء كذب عليها وبيقول لها، بتقول له مين كسر البرواز؟ قال لها مش انا، معرفش، هو وقع لوحده. فهي كانت زعلانه منه وبتقول له انا زعلانه منك مش عشان انت كسرت البرواز، انا زعلانه منك عشان انت كذبت، ما تكذبش في اي ظروف يعني. وفرح قال لها وقعدت تقول له انا اسفه، ان هي برضو سابته ان هو عشان ما نزلش عيد الميلاد اللي هو كان عايز يتبسط وينزل عيد الميلاد وكده. فقال لها انا عرفت ان انتي ما نزلتنيش عيد الميلاد، انتي كدبتي عليا وقلت لي ان احنا مش هننزل عشان احنا مش عارفين الناس، بس انا هم اصلا عشان مش عايزين انا. فابتدت تتأسف له. فكرة ان انا اعتذر لطفل دي يمكن مش متداولة قوي معانا، يعني ده اصلا الناس بتعتذر لناس كبار في سنها بالعافيه، اللي هو يقول لك لا، يعني فكره ان هو هل بقى ده كبر ولا ايه، اللي هو لا 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 ما اعتذرش، لا لا انا ما اقولش كلمه اسف دي، كأن كلمه اسف دي اللي هو هتضربه بالنار، مش وبرضه هقول اسف وهكرر تاني عشان في ناس برضه بتقول كلمه اسف دي كده اللي هي ايه، تحصيل حاصل، اللي هو ها يا عم طيب آسف، اللي هو يعني جاي على نفسه قوي وبيقول آسف، اللي هو أنا عشان بس أنا ابن أصول ولا مش عارف إيه فأنا جاي أعتذر لك، بس أنت أصلا المفروض ما ولا أعتذر لك ولا حاجة، اللي هو كأنه بيزود جرح اللي قدامه أكتر بدل ما يعني
يعدي اليوم كده ويعدي الليلة بطريقة لطيفة، لأن الدنيا مش مستاهلة إن احنا نبقى في كل المشاحنات وكل الحاجات اللي بتحصل دي. وفكرة الوعد إن اللي قدامك يحس إن انت فعلا بتوعده إن انت مش هتكرر الغلطة دي تاني أو مش هتعمل الحاجة دي تاني. تقدروا تتواصلوا معانا على 01000 427 894. هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني. هيهزنا صوت حبنا واكيد هترجع. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وكنا بنتكلم عن الاعتذار والأسف، وازاي لو أنا زعلت حد ازاي أصالحه أو ازاي أعتذر له. وكنا بنتكلم عن مسلسل ليه لأ، وازاي منى شلبي اعتذرت لطفل وقدرت مشاعره وهو سامحها. يعني هم سامحوا بعض، حتى هو كمان رجع عن غلطه بعد كده واعترف ان هو كذب فعلا وان هو مش هيكرر ده تاني هو كمان، وقال لها برضو انا اسف، والموضوع اتحل. فساعات كتير بيبقى الموضوع ممكن يكبر بسبب العند في ان انا مش عايزة اتأسف، او نضيع من حياتنا ناس او علاقات كويسة في حياتنا بسبب العند ان انا مش عايزة اعتذر. وبشوف دايما ان اللي بيبقى في ايده مفتاح الموضوع كله الشخص اللي بيعتذر، على فكرة مش بس اللي بيقبل الاعتذار. يعني لان انت طول الوقت انت اللي بتقدم الاعتذار، فشوف نفسك اللي قدامك ده اللغة بتاعته ايه، يعني الدخلة بتاعته منين. مش هجيب مفتاح واحد هفتح بيه كل البيبان بتاعة البيت، لا، كل باب للمفتاح بتاعه. ففكرة ان انت تبقى عارف ان اللي قدامك اللغة بتاعته ايه الحاجة اللي يحبها عشان يتصالح، عشان الدنيا تعدي، وتبقى برضو وانت بتصالحه تبقى مقتنع ان انت فعلا غلطان، ويعني اقرارك بان انت خلاص لا انا فعلا غلطت ومش هكرر الغلط ده تاني. ويا ريت نصلح بقى الحاجة اللي انا بوظتها دي بالغلطة بتاعتي، لا انا هصلحها واكيد مش هكرر الغلط ده تاني. اصلا بقى انت شخص لما بتغلط بتعتذر ولا ما بتعتذرش، وايه شكل الاعتذار اللي ممكن تقدمه للي قدامك؟ انت بتحبوا تعملوا كده؟ يعني بتحبوا تعتذروا اصلا ولا برضو من الناس اللي هي ممكن ما تحبش ان هي تعتذر؟ لو حابين تشاركونا كلمونا على رقم 01000 427 894. فكرة كان في كتاب اسمه زي ما في اللي هو اللغات الحب ال5، في كمان لغات الاعتذار ال5. ان انت اصلا لما بتغلط في حد وبتبقى عايز تعتذر، الكتاب ده بيتكلم اصلا ازاي نوصل للي قدامنا، لان الاعتذار ده جزء كده من صيانة العلاقات اللي بيحصل فيها أخطاء. معظم العلاقات بيحصل فيها أخطاء، بس هي ساعات الاعتذار وطريقتنا في الاعتذار هي اللي بتزود جرح اللي قدامنا أكتر، اللي هو كأنك بتستهين بيه وانت رايح تعتذر له، اللي هو يا عم بطل بقى، ما خلاص بقى، اللي هو أنا جاي أعتذر، بص أنا أصلا مش غلطان يعني، بس اللي هو أنا جاي لك كده وخلاص، عارف اللي هو، أو تقول كلمة تزود الدنيا أزيد يعني. فيا إما تعتذر بلغة وبشكل يليق باللي قدامك، يا إما بلها الاعتذار ده خالص، اللي هو لأن أنت هتقفل اللي قدامك منك أزيد، يعني اللي هو مش مستني فكرة، بس اللي هو لأن كل حد بيختلف. يعني في حد عايز يسمح كلمة آسف وخلاص ونقطة ومن أول السطر وهنبتدي بداية جديدة، وفي حد تاني بيبقى عايز يشوف الكلام مترجم لأفعال، يعني عايز يشوف فعلا ان انت لما هيحصل مواقف تانية انت فعلا ما كررتش الغلطات دي او ما كررتش الغلطة دي تاني، فخلاص هو كده هيبتدي يعفو عنك زي ما بيقولوا يعني، او ان هو يسامحك. فكرة برضو ان انت تبقى طول الوقت رابط فكرة الأسف بالضعف او بشخصيتك، ان انت لا انا لو اعتذرت ابقى انا شخصية ضعيفة، لا انا المفروض ان انا ما اعتذرش. ساعات بحسها برضو بعد نفسي اكتر او تنشئة، يعني زي ما احنا الحاجات اللي بنربي عليها ولادنا او الحاجات اللي احنا تربينا عليها من واحنا صغيرين هو ده اللي بيكمل معانا.
فكرة ثقافة ان انا اعتذر. لو غلطت مش فارق بقى اللي قدامي سنه قد ايه، انا مش بعمل له بطاقة يعني عشان اعرف سنه كام. لو انا غلطت في اي حد كبير صغير اكبر مني اصغر مني مش هتفرق، لازم اعتذر. دي وجهة نظري. فكرة ان انا اعتذر وخلاص بروع عتب، يعني اللي هو يلا بقى هنعدي اليوم ونعتذر، لا برضو دي مش شايفاها صحيحة قوي يعني، او مش شايفاها صحية، لان انت هترجع تعمل تاني، او حتى اللي قدامك برضو لو عدها لك مرة، لان هو اكيد ما قفش عليك من اول مرة، اكيد عدلك غلطات وتفاهات كتير صغيرة، بس في تراكمات بقى بتكمل معاك. طيب برضو ان انت يبقى عندك فكرة ان انت تبقى مستني فعلا اللي قدامك ان هو يسامحك، مش بس فكرة كلمة اسف وخلاص، اللي هو يعني اللي هو انا اسف وانا عملت الغلطة دي وبتاع، لا اللي هو تبقى بتتمنى بقى ان اللي قدامك فعلا يسامحك فعلا، اللي هو عشان يبقى اللي هو قلبه صفيلك كده، اللي هو عشان ما يبقاش في حاجة بينكم وبين بعض شايلينها لبعض. في كل ده بيأثر علينا وعلاقتنا ببعض. لو احنا عارفين اللغة هيبقى أسهل بكتير في تعاملنا مع بعض، ان احنا يبقى انا عارف ان فلان ده بيتصالح ازاي، في حد بيتصالح بوردة، في حد بيتصالح وطبعا برضو على حسب العركة كانت قايمة على ايه اصلا، يعني اللي هو لان في ممكن يبقى الموضوع اكبر من فكرة ان كلمة اسف تحل الموضوع، او من ان بوكيه ورد هو اللي هينقذ الموقف، او معلش او مش معلش او سامحني او سامحيني. ممكن يبقى الموضوع اكبر من كده بكتير يعني. كنا بنتكلم عن الاعتذار. طيب الاعتذار هل في فرق بينه وبين الاسف؟ لان في ناس بتربط بين الاتنين، يعني ان هما كأنهم حاجة واحدة. لا، تصدقوا طلعوا حاجتين مختلفين. اولا الاعتذار ده هو طلب المسامحة اصلا من الشخص، انت عملت له حاجة صدرت منك انت بإرادتك او حتى غصبا عنك يعني، وتسببت له في اذى. كمان ان يعني الحزن او الألم اللي حصل للشخص ده كنت انت السبب فيه، فده الاعتذار. الأسف بقى ايه؟ هو التعبير عن الحزن والتعاطف مع شخص بس انت ما عملتلوش اي حاجة خالص، يعني حصل له هو موقف وحش او حادث معين يعني كنت انت مش السبب فيه خالص، بس انت اللي هو يعني كأنك بتحس بالحزن ليه كنوع من انواع المشاركة في المشاعر يعني. كمان في كتاب بقى اللي هو لغات الاعتذار الخمسة ده لجريت تشامبرن، قال ايه بقى؟ قال لك ان في 5 لغات للتعبير عن ان انت تعتذر، يعني ان انت ازاي اصلا تعتذر. اللغة الاولى التعبير عن الندم، ان انت هتقول انا اسف، ان انت تعترف بقى بالذنب وتبقى خجلان يعني ان انت عملت او تسببت عملت الشيء ده يعني، او ان انت تسببت في اذى اللي قدامك. تمام. اللغة التانية قبول تحمل المسؤولية، ان انت هتقول انا غلطان، هتعترف يعني ان انت تقول انا فعلا انا عملت الحاجة دي، انا اسف انا غلطان. هو صعب اصلا على الناس ان هي تعترف وان هي تقول ان هي غلطان، يعني في ناس كتير جدا بتبقى شايفة ان هو صعب على لسانها ان هم يقولوا احنا اسفين او ان احنا غلطنا، يعني في ناس كده ما بتحبش تغلط نفسها خالص، اللي هو كأنه الملاك المجنح اللي نازل على الارض معانا يعني. اللغة الثالثة تقديم التعويض وإعادة بناء العلاقة دي، إن أنت تشوف اللي قدامك، تحاول تصلح إيه اللي أنت فسدته أو إيه اللي هو، وتعرفه وتحسسه إن أنت باقي على علاقتكوا سوا، ومش عايز العلاقة دي تبوظ لأي شكل من الأشكال بقى. لازم يعني اللي هو أنا أتيل الموضوع ده، اللي هو لازم أعرف أصالحك، ولازم لأن أنا يهمني أكتر إن إحنا نفضل سوا. اللغة الرابعة الندم وعدم تكرار نفس الشيء، اللي هو أنا توعده بقى، اللي هو أنا مش هعمل كده تاني، بس يبقى اللي هو بجد، مش اللي هو مش هعمل كده تاني وتعدي الدنيا وخلاص، لا انت مش هعمل كده تاني، يبقى هي فعلا يعني الحاجة اللي توعد بيها لازم تنفذها، ان انت فعلا اللي قدامك يحس ان انت بتوعده بجد من قلبك يعني.
وان انت مش هتكرر الغلط ده تاني، او ان انت تأذيه الأذى ده تاني اللي انت عملته فيه. اللغة الخامسة دي بقى طلب المغفرة والصفح، ان انا تترجى بقى عشان يسامحك، اللي هو ممكن تسامحني. فكرة ان حد يعمل حاجة في حد ويبقى متخيل ان هو هيقول له انا اسف، او حتى ممكن يتجاهله خالص وما يعتذرش. وساعات بقى اللي هو ايه، العذر اقبح من ذنب. ساعات من كتر ما انت بتعتذر بطريقة سخيفة، او بطريقة اللي قدامك مش متقبلها او مش فاهمها اصلا، تزود الموضوع زيادة، ان انت تستخف بعقلية اللي قدامك. يعني عارف اللي هو انت مش حتى ما بذلتش مجهود ان انت تعرف ايه اللي يراضيه. يعني ساعات الناس بتتراضى لمجرد ان هم حسوا ان اتبذل عشانهم مجهود. انا عملت مجهود عشان اكمل في علاقتي مع حد، سواء صديقتي، سواء جوزي، سواء ايا كان بقى مين الشخص اللي في حياتي، وانا عايزه غلطت في حقه مثلا وعايزه اعتذر له. وبرضه يبقى الموضوع متبادل، مش ان حد بيعتذر والتاني بيستخف بيه برضه. يعني اللي هو حد بيحاول، عشان ساعات ناس يعني كان عندي واحده صاحبتي ما بترضاش مثلا تعتذر. طب انت ما بتعتذريش ليه؟ يعني انت شخصيتك قوية وبتاع. وانا بشوف ان اللي بيعتذروا دول الاقوياء، يعني لو غلطوا فعلا. فتاري الموضوع طلع ليه علاقة بقى بان انت ممكن تبقى وانت صغير من كتر ما عودوك او علموك ان مثلا ايه، كأن اللي بيتأسف بيبقى شخصية ضعيفة، او حتى اللي قدامها استهان بطريقة يعني حسسها اكتر ان هو ايه كده، انت شخصية ضعيفة لمجرد انت بتعتذري لي. ويبتدي بقى اللي هو ايه يتمرع بقى على اللي قدامه ان هو بيعتذر له. فبقى عندها عقدة من فكرة ان هي تعتذر لحد اصلا، سواء غلطت او ما غلطتش. هي خلاص، هي الموضوع بالنسبة لها انه ان هي تعتذر، هي مش هعتذر اصلا. يعني مش موجود عندي فكرة ان انا تقولي انا اقلل من نفسي واعتذر. مش هتقلي من نفسك خالص، بالعكس. انت لو حاسه ان انت غلطتي فعلا، لا ده بالعكس، ده واجب عليكي ان انت تعتذري. حتى لو هم اصغر منك اعتذري، ما فيش مشكله. هي الفكره بس ان احنا يبقى عندنا رحمه ببعض شويه، حتى في الاعتذار وفي الاعذار، وان احنا نتقبلها مع بعض. لان برضو إلا بقى لو أذى زيادة عن اللزوم، يبقى اللي هو إيه شكرا، ويبقى البني آدم ده اللي هو إيه انصرف بقى اللي هو ينصرف من حياتك خالص. لا يبقى بلاها بقى العلاقة دي تاني. إن أنت تشوف حد بيأذي زيادة عن اللزوم، يعني مش بس كلمة ولا بتاع، لا ده ممكن يبقى الأذى وصل لسمعة، وصل لحاجة هيبقى صعب المسامحة فيها يعني. فلا يبقى هو مش هيقدر أصلا لا يسامح ولا هيقدر يعدي الموقف ده أصلا يعني. كمان برضو فكرة ان انا اعتذر دي انا بشوفها، يعني انا لو انا دلوقتي هعتذر لحد وبحاول استرضيه وهو مستبيح، يعني عارف في ناس للأسف بتستغل قوي حتة ان انت جاي تعتذر له، فيبتدي يستبيح اللي قدامه قوي، اللي هو بيسوق فيها. يعني اللي هو مش بس اللي هو كان غلطة عادية، فيبتدي بقى يسوق في الموضوع ولا ده الموضوع اكبر من ان احنا نعتذر وان الدنيا تعدي على كده. لا اللي هو او حتى بقى ايه الاصعب من كده، التلقيح، اللي هو يقعدوا بقى يلقحوا على بعض. ليه؟ يعني الدنيا اسهل من كده بكتير. اللي هو خلاص باب وقفلناه خلاص، حتى لو انتوا مش عايزين يبقى لكم علاقة ببعض تاني خلاص، اللي هو ما فيش بقى داعي ان انت تقعدوا تجرحوا في بعض او ان انتوا تلقحوا على بعض. الحكاية مش مستاهلة الموضوع ده خالص يعني. خلصت حلقتنا بسرعة. كنت معاكم فهيمة أنس، برنامج بشكل تاني. اشوفكم الحلقة الجاية. اعمل ما بدالك فيه، حقك يا حبيبي علي، اعمل ما بدالك فيه.